سنة 1998 نشرت جريدة أردنية خبر بيتكلم عن قصة حقيقية لأول زوجين من القتلة المتسلسلين في تاريخ المملكة الأردنية. القصة بتبدأ في المملكة الأردنية الهاشمية وبالقرب من العاصمة عمان، وتحديدا في مدينة الزرقاء. اتولد سنة 1972 الطفل بلال موسى لأسرة فقيرة جدا، فكان والده عسكري في الجيش، وكان بلال عنده أكتر من أخ وأخت. واستمرت الحياة البائسة ببلال وعيلته لحد ما كمل سن 13، وقرر يشتغل في مجال الذهب كوسيلة لتحسين دخله وعشان يشارك مع والده في مصاريف الأسرة. ومرت السنين ونجح بلال في دراسته ودخل الكلية، وقرر يتخصص في مجال المحاسبة، على الرغم وحسب كلام قرايبه إنه كان متفوق في مجال الذهب ونجح فيه. ومرت فترة الجامعة عشان يتخرج بلال منها، وبسبب طموحه الكبير ورغبته في الشغل حسب كلام معارفه قرر يفتح شركة تسويق للمنتجعات السياحية في منطقة الصويفية. وكان بلال شاب بسيط بيحب الرحلات والفسح، فكان بيسافر طول الوقت، وتعرف عنه ذكائه ونشاطه في شغله وفي حياته. وكان بلال عنده مجموعة أصدقاء من الجامعة واللي كانوا كلهم في نفس مستواه، وشباب متحملين مسؤولية نفسهم زي بلال، لحد ما جه اليوم المشؤوم، وهو اليوم اللي شاف فيه بلال ست جميلة اسمها سوزان، واللي كانت أكبر منه في السن. لكن على الرغم من كده وقع في حبها من أول نظرة. ومرت الأيام وحست سوزان بحب بلال ليها، واللي في نفس الوقت جارها، فكانت بتطلع فوق سطح بيت الزوجية عشان تتكلم معاه. واستمرت العلاقة بين بلال وسوزان ما تتعداش الكلام على السطح. وعلى الرغم من ان سوزان متجوزة من راجل تاني، الا انها وقعت في حب بلال الاصغر منها، واتفقوا سوا انها تتطلق في يوم من الايام وهيتجوزوا ويعيشوا حياتهم مع بعض. وعدت فترة كانت سوزان فيها بتستنى اليوم اللي هتشوف فيه بلال، لحد ما بدأ زوجها يشك في خروجها الدائم للسطح، فقرر يراقبها. وبعد أيام المراقبة ما شافش الزوج أي حاجة غريبة، فقرر يراقبها لآخر مرة وبعدها يشيل الأوهام من دماغه. ومن هنا كانت الصدمة، شاف زوج سوزان مراته وهي واقفة بتتكلم مع بلال بأحاديث الحب والغرام، فاتخانق الزوج مع زوجته وحصلت مشكلة كبيرة بين العائلات. وطلبت عيلة الزوج من عيلة بلال إنهم يكتبوا له تعهد إن ابنهم مش هيقرب من زوجته تاني وإلا مصيره هيكون الموت. وعدت فترة اتحبست فيها سوزان في بيت الزوجية، واتغيرت المعاملة بينها وبين زوجها لحد ما قرر انه يطلقها. وكان زوج سوزان هو نفسه ابن عمتها، وده اللي خلى العيلة كلها تعرف اللي سوزان عملته، واصبحت سيرتها على كل لسان. لكن ما تخلاش عنها بلال، واستمرت علاقتهم بعد طلاقها لفترة طويلة، لحد ما اخيرا قرر بلال انه يتجوز سوزان، وطلب من عيلته انهم يتقدموا لها. لكن رفضت العيلة تماما، وخصوصا ان ما كانش في ود بين العيلتين من زمان، بجانب خيانة سوزان لزوجها واللي ممكن تكررها مع سنها الكبير. لكن صمم بلال على الزواج واستمر في الإلحاح لحد ما قرر يتجوزها عرفي، وده عشان يحط أهله قدام الأمر الواقع. وأصبحت الحارة كلها عارفة بعلاقة سوزان وبلال، وخصوصا بسبب خروجاتهم الدايمة قدام عيون الكل وسفرهم الدايم سوا. وبعد 3 شهور اتجوز بلال من سوزان بعقد رسمي، وأصبحوا زوج وزوجة على الرغم من الكل، وبان قدام الناس حبهم الحقيقي لبعض واللي ما وقفش قدامه أي عائق. وعدت السنين والأيام لحد يوم 20 مايو 1998 بيوصل بلاغ للشرطة بوجود جثة الراجل في الستينيات من عمره اسمه مروح عبد الجليل، والمقتول في بيته في منطقة العجان. وفورا وصلت الشرطة الأردنية لحي العجان، ومن بين الأزقة والحواري كان الأهالي متجمعين حوالين بيت مروح عبد الجليل المغدور، واللي كان مطعون بأكتر من طعنة أفضت للموت. بدأت المباحث بتحرياتها، وتم رفع البصمات من كل مكان في البيت، وتم تفتيش البيت. ومن المعاينة المبدئية لقى رجال الشرطة تورتة وأكتر من طبق، واللي معناه إنه مروح كان بيحتفل مع حد تاني بعيد ميلاده. فخمن رجال الشرطة الأردنية احتمالين: الأول إن ما يكونش في نية لارتكاب الجريمة من قبل الجاني، وإن في حاجة حصلت ساعة الاحتفال أدت لارتكابها. أما الاحتمال التاني فوجود نية للقتل، وكان الاحتفال مجرد وسيلة لإهانة الضحية وتشتيته لحين تنفيذ الجريمة. وجت شهادة الجيران بسماعهم لصوت صراخ خافت لحد ما الصراخ وقف تماما، لكن محدش فيهم عرف مين اللي كان موجود جوه مع المجني عليه لحظة صراخه. وأكد الجيران والصحاب إن مفيش أي عداوة بين راجل عجوز عايش لوحده وبين أي حد تاني، لحد ما ظهر بعض الجيران واللي قالوا إنهم شافوا راجل وست أنيقين في لبسهم داخلين لبيت مروح، وكانوا بيبصوا عليهم وبيتفرجوا. فاتخانق معاهم الشاب وسألهم عن سبب مراقبتهم ليهم، وقال لهم عيب عليكم، احنا اصحاب مروح وجايين نزوره. وبسبب المشكله دي افتكر الجارين شكل الشابين اللي كانوا موجودين جوه. وهنا ما كانش قدام اداره البحث الجنائي غير انتظار نتيجه البصمات. وبعد ايام ظهر التقرير الجنائي واللي بيأكد عدم وجود اي بصمه غريبه غير بصمه المجني عليه، وده معناه ان الجاني في الحقيقه كان حذر ولابس جوانتي لحظه ارتكاب الجريمه. وكانت النتيجه الوحيده اللي الشرطه قدرت توصل لها هو الدافع ورا الجريمه، وهي
السرقة، وده لأن ما كانش في أي فلوس في البيت، وكان واضح إن في حد بيحاول يفتش في غرفة المجني عليه. واتقفلت القضية وتم تأييدها ضد مجهول لحد يوم 16 يونيو 1998 وصلت رسالة لرئيس شعبة البحث الجنائي من شخص مجهول بيعترف فيها إن هو قاتل مروح عبد الجليل سلامة، وشرح المجهول كل تفاصيل ارتكابه للجريمة. ومن دقة الوصف اتأكدت الشرطة إن الجاني هو صاحب الرسالة، وكانت باقي الرسالة بتقول إن السبب ورا ارتكاب الجريمة هو تعدي المجني عليه عبد الجليل على ابنه جنسيا، فقرر ينتقم منه بقتله عشان ياخد حق ابنه. وهدد الشخص المجهول أفراد الشرطة بالقتل لو حاولوا بس إنهم يدوروا عليه. ومن هنا أمر رئيس المباحث الجنائية بتحويل الجواب للمختبر الجنائي عشان يترفع من عليه كل بصمة ممكن توصلهم لصاحب الرسالة. واستمرت مدة الفحص 3 شهور، وفي الفترة دي وتحديدا 21/9/1998 قرر بلال وسوزان انهم يسافروا لمدينة نويبع المصرية، ومن هناك سافروا ليبيا واستقروا فيها. وفي الوقت ده ظهرت اخيرا نتيجة المختبر من خلال بصمة ايد داخل الرسالة وتحليل اللعاب اللي قفل بيها الجاني الرسالة. جت الاجابة من ادارة المعلومات والمختبر الجنائي ان صاحب البصمة هو بلال موسى. وفورا وصل رجال الشرطة لبيت بلال موسى وتم مداهمة البيت بطريقة مرعبة حسب اقوال واحد من قرايبه، وتفتش البيت بكل دقة، لكن ما كانش فيه اي اثر لبلال ولا حاجة تانية تدل على ارتكابه للجريمة. عرف رجال الشرطة من اهل بلال انه سافر بره البلد، وبعد التحريات وصلوا لخط سيره واللي وصل بيهم للجمهورية الليبية. ومن هنا تواصلت الحكومة الأردنية مع الحكومة الليبية وقدمت طلب لمساعدتها في القبض على الزوجين سوزان وبلال بتهمة القتل. وفعلا وافقت الحكومة الليبية وتم القبض على الزوجين وإرسالهم للأردن وتساق الزوجين للاستجواب. ومع بداية الاستجواب تم فصل الزوجين عن بعض، وفورا اعترفت سوزان بالجريمة، أما بلال فأنكر وقوعها، لكن تم مواجهتهم ببعض فاعترف بلال بارتكابها وحكى اللي حصل بالظبط. ففي يوم عيد ميلاد سوزان قرر بلال انه يحتفل بيه مع صديقه مروح واللي كان واحد من معارفه وعايش لوحده. وفي الساعة 9:30 الصبح وصل بلال مع زوجته البيت مروح، وكان مع بلال سكينة مخبيها تحت الجاكيت بتاعه وده بعلم سوزان، وكان الاتنين مخططين لقتل مروح وسرقة فلوسه. فاستقبلهم مروح وقدم لهم الشاي وبدأوا الاحتفال. وبعد ما كلوا التورته استأذنت سوزان عشان تدخل الحمام، ودخل بلال المطبخ عشان يغسل ايده. وفجأة قام مروح وفتح الشباك وهو بيحاول يبص على سوزان، لكن فجأة هجم عليه بلال على غفلة وبدأ يطعنه بالسكينة لحد ما سقط مروح على الارض جثه هامده. رجعت سوزان بسرعه وقفلت الشبابيك واخدت هدوم زوجها اللي اتغرقت بالدم وبدات تنظف المكان من بصماتهم. وسرقوا مبلغ 31 دينار وخرجوا بسرعه من البيت. وانتهى اعتراف بلال وسوزان لحد هنا. وعدت اسابيع طويله لحد ما فجاه نزل خبر في جريده اردنيه في الصفحه الاولى بصوره سوزان وبلال وبعنوان القتله. والخبر بيقول ان الشرطه اخيرا وصلت للمجرمين المسؤولين عن 6 جرائم حصلت في مدينه الزرقاء وعمان. ونزل الخبر كالصاعقه على عيله بلال واللي كانوا عارفين ان ابنهم متهم في جريمة قتل مروح دفاعا عن النفس أو عن الشرف، لكن إنه يقتل 6 تانيين فكانت صدمة بالنسبة لهم. فعملت الشرطة مؤتمر صحفي جمعت فيه عدد كبير من الصحفيين عشان يعلنوا عن 6 جرائم قتل اعترف بيهم بلال وسوزان. وكانت أول مرة تعلن فيها الشرطة الأردنية عن أسماء الضحايا اللي اتقتلوا خلال 4 ل 5 سنين فاتوا. وتحولت القضية لقضية رأي عام وعملت ضجة في المجتمع الأردني واللي ما كانش متعود على النوع ده من جرائم القتلة المتسلسلين. وكان معظم الضحايا من الستات ومعاهم مروح اللي في الستينيات من عمره وطفل رضيع. والضحية الأولى هي سعاد فريد أردنية الجنسية عمرها 40 سنة. وحسب اعتراف بلال وسوزان إنه في يوم 5 من شهر يناير 1995 وصلوا لمنطقة إسكان الروضة وتحديدا لضحية الرشيد. اتعرف بلال على سعاد من خلال شغله في التسويق وعرف عنها معلومات خلته يطمع في فلوسها ويقرر إنه يقتلها بسهولة بسبب إنها عايشة لوحدها. فبدأ في مراقبتها فترة لحد ما عرف موقع سكنها. وبعد أيام زارها مع زوجته وتحججوا إنهم عايزين يشربوا مية. وقبل ما تستجيب سعاد لطلبهم هجم عليها بلال بكل قوته وطعنها بالسكين أكتر من طعنة في كل أنحاء جسمها لحد ما طعنها في راسها فسقطت سعاد على الأرض جثة. فلبس بلال الجوانتي ودخل البيت وأخد شريط كاسيت وراديو ومبلغ 40 دينار وسلسلة من الذهب. وبعدها مسح بصماته من كل مكان وهرب مع سوزان بسرعة. أما الضحية التانية فهي مها المصري عندها 23 سنة ومصرية الجنسية. اعترف بلال انه عرف الوقت اللي بتكون فيه لوحدها بعد مراقبتها فترة طويلة. وفي يوم 27/3/1995 وفي منطقة شمساني وتحديدا الساعة 10 الصبح وصل بلال وسوزان لبيت مها وبنفس الطريقة طعنها بلال بالسكينة في رقبتها وصدرها وبعدها خنقها وما اكتفاش بكده فقتل طفلها الرضيع ولبس الجوانتي وسرق مبلغ 180 دينار وسلسلة من الذهب. أما الضحية الثالثة فهو ربيع أبو ركبة أردني الجنسية عنده 60 سنة. وفي يوم 4 من شهر مارس 1997 وفي العاصمة عمان وتحديدا في حي الطلياني دخل بلال وسوزان
لمخمرة ملك للمجني عليه. وأثناء ما واقف ناحية الحمام ومد ظهره للباب، استغل بلال فرصة إنه ما خدش باله منهم وهجم عليه بالسكينة وطعنه في ظهره لحد ما وقع ربيع على الأرض، فكمل طعن في صدره لحد ما مات، وسرق منه مبلغ 24 دينار. وبعدها رجع بلال لشغله وكأن مفيش حاجة حصلت. وحكى بلال عن الضحية رقم 4 إيمان العمايرة، أردنية الجنسية، عمرها 32 سنة، في يوم 17 مارس 1998 وفي منطقة الهاشم الشمالية. وبعد مراقبة بلال الضحية، راح هو وسوزان لبيتها بحجة إنهم من مؤسسة للأجازات وإنها ممكن تملى استبيان عشان تكسب معاهم رحلة. وبعد ما خلصت إيمان استبيان، هجم عليها بلال وطعنها بالسكينة لحد الموت. وجه الدور على الضحية رقم 5 وهي صليحة مكودي، جزائرية الجنسية، عندها 43 سنة. وفي يوم 4 مايو سنة 1998 وتحديدا جنب الجامعة الأردنية، كان بلال جاهز بحجة جديدة لدخول بيت صليحة مع سوزان، وبنفس الطريقة هجم عليها بالسكينة وطعنها 18 طعنة لحد ما سقطت جثة، وسرق منها مبلغ 330 دينار. أما الضحية الأخيرة فكانت مروح، واللي اعتدى عليه بلال بنفس الطريقة. وبعد فترة عملت الشرطة مؤتمر صحفي تاني أعلنوا فيه مسؤولية الزوجين بلال وسوزان عن 5 جرائم كمان. ومن هنا بدأ التشكيك من قبل المحامي الخاص ببلال وسوزان في مصداقية الشرطة، وخصوصا اللي هو المسؤول عن التحقيق، واتهمهم بإجبار بلال وسوزان على الاعتراف بجرائم عشان يظهروا قدام المجتمع بصورة الأبطال اللي اكتشفوا وجود قتلة متسلسلين. لكن كان رد اللواء إن في مجرمين بيحبوا مشاهد الدم وبيتعودوا على ارتكاب جريمة قتل وكأنها شيء روتيني في حياتهم. فكان بلال في نظرهم مجرم مهووس بالقتل. وتم الإعلان عن باقي الضحايا، وأولهم المدرسة فاطمة جميل واللي عمرها 20 سنة، واللي لقت الشرطة جثتها مرمية في منطقة أحراش المهجورة، وكانت جثتها في حالة تعفن شديد، وما تعرفش المجرم المسؤول عن قتلها غير بعد ما اعترف بلال وسوزان بقتلها وحكوا أحداث الجريمة. فكانت فاطمة راكبة مع الزوجين في عربيتهم لحد ما وصلوا لمنطقة مهجورة، ونزل بلال وزوجته من العربية، وفجأة هجم بلال على فاطمة في المقعد الخلفي للعربية وطعنها بالسكينة لحد ما ماتت، وبعدها رمى جثتها في الأحراش. وبعد فترة وتحديدا سنة 1995 كان بلال وسوزان راكبين مواصلة لحد منطقة عرجان عشان يروحوا لبيت ضحيتهم الجديدة لينا برقان، وبنفس الحجة اللي بيستخدموها مع معظم الضحايا قدروا يدخلوا البيت. لكن لينا كانت مختلفة عن كل الضحايا، فكانت الوحيدة اللي شكت في نوايا بلال وسوزان، واستأذنت منهم عشان تطلع لأوضتها، وجابت المسدس الخاص بيها واتسللت بهدوء ناحية الصالون اللي كان بلال وسوزان قاعدين فيه. لكن فجأة هجم عليها بلال من الخلف وقدر ياخد منها المسدس وأطلق عليها النار بيه وسرق منها ذهبها. وبعدها وفي منطقة عبدون وتحديدا 1994 لقى بلال وسوزان ضحيتهم الجديدة، سيدة أردنية اسمها ليلى الشاعر، وكانت حجتهم في دخول البيت هي إقناعها بشراء مجلات دعائية. وبسبب مظهرهم الأنيق دخلتهم ليلى لشقتها واللي كانت قاعدة فيها لوحدها. وبعد شوية من محاولة سوزان إقناع ليلى إنها تشتري منها، طلب بلال إنه يعمل مكالمة تليفونية وكان التليفون ورا الضحية، وفجأة هجم عليها باستخدام سلك التليفون واستمر في خنقها لحد ما فاضت روحها. وسرق بلال منها خاتمين وسلاسل ذهبية وأساور. وفي منطقة الأزرق وتحديدا يوم 18 من شهر أكتوبر 1995 لقى بلال ضحيته الجديدة واللي كان واحد من قرايب عيلة سوزان، وكان بيدي لوالدتها فلوس كل فترة. فقرر بلال يقتله ويسرق كل اللي معاه. وفي يوم 18 من شهر أكتوبر وصل بلال مع سوزان لسعيد أبو خديجة واللي كان عنده محل لبيع الملابس القديمة، وبنفس الطريقة قتل بلال سعيد واللي عمره معدى 60 سنة، وبعد ما طعنه لف حوالين رقبته قماشة وخنقوا بيها لحد ما فاضت روحه. واستمر سلسلة جرائم بلال وسوزان. وفي يوم 18 نوفمبر من سنة 1995 وفي منطقة جبل الحسين في عمان وصل بلال وسوزان لمكتب رجل الأعمال ناجي الخياط بنية سرقته. فدخل بلال مع سوزان المكتب لحد ما افتعل بلال مشاجرة مع ناجي وطلب منه يتكلموا لوحدهم في غرفة تانية. وفجأة هجم بلال على ناجي ووقعه على الأرض وطعنه بالسكينة، وعشان يتأكد إنه مات ضربه بالكرسي على دماغه لحد ما فرق الحياة. وهنا انتهى الإعلان عن جرائم بلال وسوزان، ونزل خبر في الجرايد بمجموع ضحايا بلال وسوزان اللي ارتفع ل 12 ضحية. لكن رجعت الصحافة تشكك من تاني في صحة الأخبار، وخصوصا إن مش كل الضحايا اتسرقوا ولا كلهم اتقتلوا بنفس الطريقة. بس كان رد اللي هو المسؤول إن بلال كان بيتعمد استخدام أساليب مختلفة عشان يشتت بيها الشرطة وتبان إنها جرائم قتل مختلفة والمجرم مش واحد. وبعد انتشار الأخبار في الصحف زاد الاحتقان في الشوارع الأردنية، وأصبح خبر بلال وسوزان بينتشر في الصحف الأجنبية. بس استمرت محاولات بائسة من ناشطين حقوقيين وصحفيين بيشككوا في جرائم بلال وسوزان. وحسب كلام الناشطة الحقوقية واللي كانت موجودة مع بلال وسوزان في الحبس، قالت إن بلال اعترف لها إنه ما ارتكبش غير جريمة قتل واحدة وهي قضية مروح سلامة، وحكى لها قصة مختلفة تماما. وقال إنه كان رايح لمروح يحتفل بعيد ميلاد زوجته، ولما دخل المطبخ حاول مروح يعتدي على زوجته، فدخل في ثورة من الغضب ولقى قدامه السكينة اللي كانوا بيقطعوا بيها التورتة، فقتل مروح بيها وهرب. لكن
كانت كل الدلائل مع اعترافات الجاني ومعرفته بمسرح الجريمة وشرحه للتفاصيل بالنسبة للشرطة تخلي بلال الجاني الوحيد. لكن في جلسة المحكمة غير بلال أقواله وقال إنه ما يعرفش ولا واحد من اللي قال عنهم وقت الاعتراف وإنه ما قتلش غير مروح، ومع ذلك تم إصدار الحكم بالإعدام على بلال وبالمؤبد على سوزان. لكن لحد هنا وما انتهتش القضية، فبعد 5 سنين من إعدام بلال وموت سوزان في السجن وتحديدا سنة 2005 ظهر شخص اسمه زهير خطيب وهو بيعترف على نفسه إن هو اللي قتل رجل الأعمال ناجي الخياط، وقال إنه طعنه بالسكينة وبعدها ضربه بالشاكوش على دماغه لحد ما اتأكد من موته وهرب. وهنا حصلت صدمة لعيلة بلال، وهل فعلا اتحكم على بلال بالإعدام ظلم؟ وإنه كونه تم اتهامه في جريمة ما عملهاش فده معناه إنه ما ارتكبش باقي الجرايم، والجريمة الوحيدة اللي ارتكبها فعلا هي جريمة قتل مروح واللي كانت دفاعا عن الشرف وما كانش ياخد فيها إعدام. ورجعت القضية تشغل الرأي العام والصحافة، وخرج المحامي يعترف إن مفيش ولا بصمة لبلال ولا سوزان اتوجدت في أي مسرح من مسارح الجريمة غير البصمة اللي كانت على الجواب واللي اعترف فيها بلال بقتله لمروح. وأكد إن سوزان وبلال اتساقوا من ليبيا تحت ضغط شديد وتعرضوا للضرب والتعذيب عشان يعترفوا بجرائم ما عملوهاش، بدليل إن سوزان كانت حامل وتم إجهاضها نتيجة التعذيب. والدليل التاني هو احتجاز سوزان وبلال لأسابيع طويلة لحد ما خرجوا منهم باعترافات باقي الجرائم، على الرغم من إنهم اعترفوا من أول لحظة بارتكابهم جريمة قتل مروح. وأقسم المحامي إن تم تلبيس القضايا ال11 لبلال وسوزان. وهنا اتدخلت منظمة العفو الدولية وأدانت حكم المحكمة لحد ما خرجت نتيجة الطب الشرعي اللي بتأكد إن مستحيل إن إصابة ناجي الخياط في راسه تكون نتيجة شاكوش، وإن رواية بلال في ضربه بالكرسي كانت أدق، وده يأكد صحة الحكم بالإعدام على الزوج والمؤبد على الزوجة. وانتهت القضية. لكن لحد دلوقتي وبعد مرور سنين كتير لسه المحامي والناشطين الحقوقيين اللي حضروا المحاكمة بيأكدوا إن بلال وسوزان اتحكم عليهم ظلم وتحت ضغط وإجبار، ومن المستحيل إن القضاء يعترف بخطأه وإلا هيكون الحساب عسير. الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، وعمل الفيجوالز رحاب آدم ومنتجه عز الدين مصطفى. وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات القديمة والجديدة. سلام.